قصه ديال واحد الاستاذه اللي قالت لي انا تربيت في واحد الاسره اللي قديمه، قالت لي قديمه بلديين عندهم حشومه في كل شيء، اي حاجه حشومه حشومه، عيب 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 حشومه. تربيت في اسره بحال هكا. قالت لك البلان ان الوالد مثلا هو خلاني نقرا، راه ديجا قالت لك كانت بحال تقول تحدى المجتمع وتقاليده وعائلته وخوته كلشي باش خلى مثلا بنته في ديك الوقيته قرات. حيت نتوما كتعرفوا كانت واحد ليبوك تجي في شكل ان تلقى مثلا مراه عندها دابا مثلا عندها الثمانينات في عمرها ولا السبعينات كتقول لك مثلا انا عندي لا ليسونس، مراه عندها الثمانينات حنا تجينا قليله بزاف. كانت ديك الساعه الا طار الواحد راه عنده الاعدادي، اما الا مشى للثانويه راه تبارك الله راه كانت فريمون قليله، راه ماشي بحال هاد الوقيته. المهم قالت لك ديك الوقيته انا الاب ديالي تحدى البلان ديال ان البنت مع تكبر مع تتزوج، فبغاني نقرا. قالت الاب ديالي كان النوع اللي قاصح شويه، النوع اللي الوالده خصها حشومه، لا ما تمشيش ما تخرجش بلا بيه ما ديرش. يعني انا قالت لك باش خلاني خرجت وقريت، وماشي تقريت ومشيت قريت التعليم في مدينه اخرى وكريت. يعني قالت لك راه با راه دار شي حاجه اللي ما عرفت كيفاش ما تعايرش عليها. المهم قالت لك ماشي مشكل، مشيت قريت تخرجت. ديك الساعه قالت لك انا ما خديتش الباك، كنت نيفو باك وبيه تيدفعوا بزاف ديال المهن، واخا تكون ما واخدش مثلا الباك كتدفع التعليم التمريض. ديك الوقيته يعني ديجا نيفو باك راه كبيره كانت ديك الساعه. المهم قالت لك انا دفعت للتعليم خدمت. في هذيك المده قالت لك تعرفت على الزوج ديالي. قالت لك الزوج ديالي ما كانت كيفاش غتقول لك، قالت لك ما كانش بحال دابا نتوما هاد الجيل يعني كتبغيو واحد يعبر احاسيس، تبينوا العاطفه تبينوا الرومانسيه. قالت لك لا حنا ما كانش عندنا داك الشيء. ولا قالت لك هي بعدا ما كانش عندها هاد الشيء. قالت لك صافي كتجوج باش دير وليدات، صافي هذا هو الزواج ديال بكري. فقالت لك انا اوتوماتيكمون انا كنقري، هو كيقري في واحد النيفو اكثر من اللي فين انا كنقري غالبا. حيت دابا مادام هي مثلا قرات في الابتدائي هو غالبا غيكون مثلا في الاعدادي ولا ثانوي ولا جامعه كاع. قالت لك هو كان عنده النيفو اكثر. قالت لك هو العائله ديالو بحال العائله ديالي، غير هو باه قاصح اكثر من القياس. قالت لك اكثر من القياس. قالت لك المراه ما كتفنفنش، مات رجلها ما تخرجش من باب الدار. مرته مشات وخرجت من باب الدار مشكله. قالت لك انا مشيت لعندهم لاحظت بان داك الشيء شويه يعني متسمت بزاف لدرجه قالت لك الراجل خصو ياكل قبل سكتو هو راه ناعس. المراه اللي حاضيه غير راجلها، حتى من ولادها كتنيجليجيهم، مهم راجلها ولدها واسير تزوج ولا موت كاع مي راجلها. قالت لك هذه العائله ديال راجلي. قالت لك دابا راجلي نسى بان حنا واحد الجيل اللي شويه زعما بدينا كنتسلتو شويه من هاد الشيء. يعني انا خدامه قريت في مدينه اخرى خص يكون واحد شويه ديال الانفتاح. لا هو ديما امي كدير شوف امي كي كديروا نتيا هاد الشيء هاد الصاره ما عمرنا ما شفناه. قالت لك وليت كنعيش في واحد القمع كبير بزاف. كنقول معليش هو كبر في هاد الاسره انا كبرت في هاد الاسره، طبعا غادي يجيب هو معاه واحد الباكاج وانا حتى راه جايبه معايا واحد الباكاج. قالت لي ان شحال من حاجه كان كيديرها ليا وانا كنتقبلها. يعني مثلا يدور فيا يغوت، مشينا مثلا عند شي استاذه باركنا ليها كيغوت وانت ديما تابعه ليها الصحابات. قالت لك واخا انا ما كنمشيش كاع المهم داير ليها عصيه في الرويضه. قالت لك وصلت به لدرجه ولا يغوت يضرب، ماشي هي ولكن كيضرب الحاجه ملي كيتعصب يدخل الباب ويخرج يقول لها انا راجل انت في السوق في هذا الشيء ما كنتي لي راجل في الدار. المهم قالت لك داك الشيء اللي انا هربت منه واحد الوقيته. قالت لك لدرجه جاتني فرحه انني مثلا مشيت قريت في مدينه اخرى هربت منه من دارنا. قالت لك لقيته فيه بحال ولا عندي با واحد اخر معاود. قالت لك البيغ انه كيقارني بمو، يعني انا خصني نكون بحال مو، انا خصني نكون ديك المراه اللي هو داير في دماغه. هو جايب فكره ان مو هي المثاليه، خصني نكون انا مو. ليكزامبل كيسحب له راه هذاك الشيء هو اللي خصو يكون هو اللي بارفي. هو هذاك هو المثال. ما عندكش هذاك المثال راك غلط. فهي دابا ملي كبرت في هذه الاسره بحال هكا وهو جاي من اسره بحال هكاك هي ولات كتعطي دي زيكسكوز لهذوك الافعال ديالو، ديما كتلقى له سبب. قالت لك ولكن داك الشيء بقى غادي تكمل كيزيد. قالت لك ولا كيزيد. ناهيك قال لك على انك يقول لها يا وقت انت يا مالك انا علاش مخليك كاع كتخرجي، راجل اخر راه ما يخليش المراه تخرج تخدم. ايوا صافي قديمتي. قالت لك فانا وليت كنشوف راسي ثمن فلوسي ما تنشمهاش بزاف. قالت لك دابا حملت. قالت لك وهي دخلني واحد الخلعه جديده. بقيت كنقول دابا هاد السلسله هذه اللي دايره علينا واش غتبقى ملويه، يعني هاد الشيء هذا اللي ملوي عليا انا على عنقي غيلويه حتى على الدري ولا البنت اللي غيجيو. قالت لك دابا ولات شاداني خلعه كنقول انا ماشي مشكل انا نفرط هادشي، نقدر نتفاهم معاه مع شخصيته مع عائلته. قالت لك مع طنز عائلته. قالت لكم بلا ما ندخل لكم في لي ديتاي، بلا ما ندخل في لي ديتاي ديال مثلا كيجيو لعندي وما
في نفس المدينه ويبقاو جالسين مثلا معايا شهر، يعني ما عندها حتى شي سبب، وحدين ساكنين في الدوره ويجيو يجلسوا عندك شهر، شتا جاي تبحر في مدينه ما فيهاش البحر، جاي غيريح معاك شهر غير هكاك، جاي باغي يريح. علاش؟ ايوا امي هذيك واخا على الراس والعين كان دارها في الدوره، ما عرفتش انا كاين شي حاجه حتى لدابا والله الا انا في هذا العمر باقا ما كنفهمهمش. ما عاودت ليا على خوتو، قالت لك دابا خوتو دابا كيفاش تشرحها، دابا شرحتها ليا قالت لك دابا حنا علين في نفس الحومه، قالت لك يعني بيني وبينهم غير نفس الحومه، ان مثلا خوتو قالت لك جاو جوج سكنوا معايا، علاش؟ لان قريب ليهم لقرايتهم، دابا هما باش يربحوا هذيك 5 دقائق باش يمشيو للمدرسه احسن يسكنوا معاها. قالت لكم انا حتى دابا كنقول ماشي مشكل، قالت لكم خدامه كنقري، وباش تقري راه ماشي سهله وماشي قسم واحد، والتمارين كديهم معاك للدار والاجتماعات، وهذا يعيط لك ويجي المفتش المهم قالت لك لان انا قالت لك كنت كنأدي داك الشيء من القلب، يعني انا ماشي شي وحده اللي كنت كنغش ولا لا، قالت لك كنمشي كنخدم ديال بصح من فوق داك الشيء. قالت لك حامله ومعايا جوج خوتو، اختو وخوه في الدار ومقابلاهم، علاش؟ لان دابا قالت لك انا بلاصه ما نمشيو ندير واحد الطويجين صغيور اللي ناكل انا وياه، لا ولا خصني ندير انا طاجين كبير ونحط الشلاضه، وهذا سينو غيولي هو يجي ويقول لي وقالت لي الوالده انت ما فرحاناش بخوتي، شنو واش على شلاضه تقطعيها، واش على هذه ديريها، وهو راه بيان سور ما كيحط يديه في والو. باش نقول لكم انا تما بداتني واحد الخلعه، عرفت راسي غندخل في شي معمعه اللي غادا نمرض نفسيا فيها. فقلت لكم جاتني واحد الفكره، وهذه الفكره كانت قالت لي واحد الاستاذه خدامه معايا، قالت لك الله يذكرها بالخير، قالت ليها وليتي كتباني ليا طافيه، حيت دابا هي قرات معاها، مالكي شنو عندك؟ قالت لك فلاول مره شي حد في هذه الحياه كيسولني مالكي، قالت لك لدرجه ان ملي كنمشي لدارنا صافي بالنسبه له انا تزوجت حامله، راه هذيك هي الحياه صافي، منين غتشكي شنو مالكي شنو ناقصك؟ ما عندهمش ديك النفسيه مريضه المعامله، لا حيد عليا من داكشي، هذاك حيد عليا من داكشي، ماشي مهم داكشي. قالت لك سولاتني، قالت لك انا بديك التسويله اللي سولاتني تفرقعت، قالت لك عاودت ليها كلشي، قالت لك وهي هاد الاستاذه هذه قالت لك قافزه كبرت في واحد العائله اللي تا هما شويه ماشي هي سماتها تحرر، ولكن قالت لك كيامنوا بان المراه حقها تقرا، حقها تانفيستي، ماشي مشكل بحال خوها، يعني قالت لك واحد الديكور اللي لا علاقه مع ديالي انا. قالت لك فهي نصحتني واحد النصيحه، يعني كتشوفي راسك كبيره مع هذا الراجل شارفه، تحش بالامان، تحش براسها، دارت واحد الاختيار مزيان. قالت لك مع العلم ان معايا بزاف في الخدمه عندهم الازواج ديالهم اللي شويه راكم عارفين، قالت لك حنا جيل ماشي بحال ديالكم وماشي جيل جديد هذا زاد ولا لا، قالت لك حنا واحد الجيل لا علاقه معاكم، هذاك الشيء اللي كنعاودوا لكم عليه يقدر ما يدخل لكمش في الراس. قالت لك ولكن واخا هكاك كانوا بزاف ديال الاستاذات خدامات معايا، قالت لك كتلقى الراجل حاضر، يعني حتى هو يمشي يهز وليداتهم للمدرسه، يعني كيفهم بان حتى المراه خدامه. هذا عندي قالت لك لا علاقه، سي السيد ماشي مشكل، وهي تقول لها شوفي انا غنصحك واحد النصيحه، قالت لها انت كتعرفي الصالير ديالنا ما كبيرش، ولكن عندك الحق ان مثلا مادام خدمتك مع الحكومه انك مثلا تشوفي شي دار تدخلي فيها كريدي ولا شي بقعه ولا شي حاجه. قالت لها باش تي خرجتي ما ترجعيش لعند باك، قالت لها نتفي ودخلي لك في شي حاجه بلا خبار. قالت لك وانا مشيت وبديت كندورها في دماغي، بقيت كنقول ولكن انا داخله في هذا الزواج زعما بنيه زوينه، ما تجيني في شكل ان مثلا نخبي عليه ما نقوليش، بقى كيلعب لها هذاك الجانب فهمتي ديال انها تكون مثلا غشاشه في الزواج ديالها ولا كضرب ورا الظهر ولا شي حاجه. قالت لك ولكن واخا هكاك ديك الفكره ما مشات لياش من بالي، بقيت كنقول فلانه خاصك تدخلي في شي حاجه، بقعه ارض دار اللي كان. قلت له داكشي اللي كان خديت، قالت لك واحد البقعه شويه بعيده يعني حيط واخا نعرف من بعد هادشي اللي في كرشي نكتبها له ماشي مشكل. قالت لك ديك الساعه راه كان داكشي شويه رخيص، قلت لك الحمد لله زعما حتى الاب ديالي قالت لك لان كان توفى وخلى لي واحد البركه، غير انا ما قالتلوش هي شحال خلى لي لا الوالد لا حتى شي حاجه، حتى قالت له انا جاني شي حاجه بسيطه الاغلبيه داو خوتي، انا ما بغيتش نقول ليه وانت راه كتعرف الدار بقات فيها امي. المهم قالت لك ملي توفى الاب بقات لي شي بركه، وهذيك هي اللي زعمتني فين دخلت في واحد البقعه. قالت لك دابا انا تزادت عندي بنتي الاولى تما، قالت لك فين ولا غادي وكيتمجهد، يعني انا قلت راه البنت غتخليه شويه يحن، الدراري الصغار غيخليوه يبرد. قالت لك والو، قالت لك ديك البنت ما تيشوفش في وجهها، هزي بنتك من هنا، حيدي عليا بنتك من هنا، البسال هاد البراش هادو فهمتي. قالت لك بالعكس غير ما زاد وتمجهد، قالت لك ولا كيبان لي هاد التفرعين ديالو غيدوزوا ليا لبنتي. قالت لك باقا حتى لدابا كنعطيه امل، كنقول لها لا راه يقدر يتبدل. زدت قالت لك عاوتاني حملت البنت الثانيه، حيت ديك الساعه قالت لك ديك الساعه راه ما كاينش عندنا بزاف ديال لا انا بغيت غير واحد ولا جوج، لا ديك الساعه قالت لك حنا خصنا نولدوا. قالت لك راه المخيره فينا ديك الساعه، راه اللي ما عندهاش 4 ولا 5 ولا 7 راه ما ولدتش.
بالثالثه. قالت لك وتال دابا كنشوفو غا ما غادي وكيطغى بالعكس ولا كيقول لها غرقتيني دراري. وقالت لك هادشي راه ما كيقابلهمش، راه ما يخرق ما يدي للمدرسه ما لا. قالت لك انا لقيتها، قالت لك وليت غادا كنهرول، ما بقيتش كنتمشى، وليت غير كنهرول باش يلاه نلحق نهز البنات ندير هذا نفعل نترك نطيب نصح التمارين. قالت لك السيد غاما ولا غادي وكيتمشى، قالت لك لدرجه ولات فيه واحد الفعله انا وليت كنتمشى باش يقول لي زربي كيقول لها وسربي ويدفعها من كتفها. عرفتي قالت لك ولا كيعنف بزاف. قالت لك وانا ديك الساعه شدتني الخلعه ديال بصح، بقيت كنقول هاد السيد هذا غير الله يفك وحايلي معاه وصافي. قلت لك دابا كبروا بناتي، داك القمع اللي كان داير لي با ولا كيديروا هو لبناتو. البنت ماشي كبرت على هاد الحوايج هادو، قالت لك البنت باقا صغيره مالا شنو لابسه بساله ديال هاد الجيل اللي طالع. قلت لك فريمون قالت لك ولا مركز مع بنيتات صغيورين انسيبورطابل. قالت لك شوف اي حركه كيدير، اي دخله كيدير، اي جلسه كيدير، سيد مغوبش ما عجبو حال. كون غير كان مثلا نقولوا مجوج المراه الثانيه ولا الثالثه يكرهني لهاد الدرجه، قالت لك لا سيد دار الخدمه كيوقف مع شي صحابو القهوه والدار. يعني قالت لك ماشي شي واحد اللي عنده شي مراه اخرى ولا انا مثلا محرمه عليه عيشته. قالت لك هو دير هكا. قالت كيشوف مثلا خوتو بداو كيكبروا عندهم ولاد هو غيزيد هو غيهمل فاقد الشيء لا يعطيه. قالت لك غير هي انا اللي بديت كنتبدل دابا. قالت لك انا الحمد لله بحال بديت كنديتاشا ايموسيونيلمون منه، من الناحيه العاطفيه طلقت راسي منه عاطفيا. يعني واعره الجمله. قالت لك صافي انا وليت الا كنمشي لداري اولا كنوض ونمشي نخدم ونطيب وداك كندير على ولادي على بناتي. هي دابا عندها البنيتات على بناتي. قالت لكم تخيلوا معايا دابا بناتي من كبروا ولا هما كيقولوا لي كيفاش صابره عليه، يعني باش تولي بنت صغيره تكبر وتقول لك انت كيفاش صابره عليه. قالت لكم بنتي كنسمع هاد القضيه ديال بناتي عندي كي دايره صابره عليه. قلت لكم وديك الوقيته اللي انا ديتاشيت منه قلت لك شنو وليت. قلت لك صافي ولات عندي واحد السيركل ديال صحاباتي حنا دايرين الفيسه، احنا خارجين، احنا كنمشيو رحلات، راكم تتعرفوا دابا رحلات، احنا جالسين في شي بلايصه، احنا مشينا نعزيو شي وحده، احنا مشينا تجمعنا عند شي وحده كويزاتي، مشينا عند وحده نباركوا لها على الدار دارتها. قلت لكم حتى لهاد الساعه انا راني درت ايطاج راه عاودت لكم. قلت لك بنيت ايطاج واحد هذيك هو الشيء اللي قديت عليه انا. قلت لكم بنياتي الكبيره عارفه بان عندي واحد البقعه بنيت فيها ايطاج واحد. هي قالت لك فواحد البلاصه اللي الناس كيبنيو فيها جوج وثلاثه ديال لي زيطاج. انا قالت لك انا بانيه ايطاج كافيني. قالت لك علاش كافيها؟ قالت لك لان هي ما تتشوفش راسها غتكمل مع هذا السيد. دابا بنتها الكبيره تزوجات، جاها الحظ ديالها واحد السيد تزوجاتو ومشات لبرا وهو كان وعدها بانها غتكمل قرايتها برا. قالت لك الحمد لله انها ما طاحتش في واحد بحال باها. قالت لك فداها وكملت قرايتها فعلا برا. قالت لك البنت ديالي دابا عندها خدمه كبيره. بنتها الثانيه كبرات هي تبارك الله قرات بخدمتها. بنتها دابا الثالثه حتى هي غتتزوج. هاد الثالثه اللي غتتزوج عرفتي شنو قالت لي؟ قالت لي كنساين بنتي الثالثه تتزوج باش انا نطلق. قالت لي لان انا بقيت في هذيك الدار على ود بنيتاتي. قالت لك دابا بنياتي ارتاحيت، وحده مشات لبرا وحده سالت قرايتها وتا هي غتمشي لبرا وهاد الثالثه غتتزوج. قالت كنسين الثالثه تتزوج باش انا نطلق. إلا شنو طرا ليا؟ قالت لك ولي اول مره كنغوت عليه. قالت كنغوت واحد الغوته اللي ما تجيكمش على البال. هاد السيفات صافي ديك وصلت بها للجدر بعد سنين. قالت لك وانا قالت لك النوع اللي تمي كنمشي حداه راه فايتني بجوج خطوات، يعني كنبانو بلديين. قالت فهو كيفوتني ديما كيفوتني ملي كنكونوا كنتمشاو. والله العظيم. قالت لك فكيفوتني. قالت لك ولي اول مره كنا في الدار وكنهضروا على شي حاجه داخله فيها هادشي ديال البنات وهذا ولا بنتك وكان خصها دير وهي تقول له صافي قيل عليك البنت غتتزوج. يقول لها طوال لك اللسان. قالت لك وانا درت واحد الحركه بصبعي. قالت له ما تبقاش بحالك. عرفتوا ملي كيدير الواحد بصبعو بحالك؟ قالت لك هو شدني من صبعي ولواه. دابا شدها من الصبع ولواه تسمع الطرق. قالت لك انا مرا كبيره في العمر. قالت لك وهذيك الحركه هي اللي خلاتني خديت القرار انني نمشي بحالي. قالت لكم هو من النوع اللي دابا تقاعد كبير في العمر ما كيعرف يطيب حتى بيضه. قالت لك وبغيت نشوفه كيشرف بوحدو يموت بوحدو. قالت لك هذاك هو اللي غيشفي لي الغل ديالي. قالت لك حيت دابا والدينا صافي مشاو الله يرحمهم والله يرحم موتنا اجمعين. قالت لك ولكن انا دابا اللي غيشفي لي الغل ديالي هو انني نشوفه عايش بوحدو كيدبل بوحدو. قالت لك لان تبنيات وما حوزهمش لعنده. حوزهم حنا كنقولوا حوزوا لعنده هي قربهم ليه وطبطب عليهم وحبهم. لا قالت لك ما حوزهمش لعنده، يعني تبنياته الا مشاو هضروا معاه مره في الشر ما قال حد لحد. يعني وما عنديش ذره الندم. وبالعكس قالت لكم انا دابا فرحانه انني غنضر نطلق وبغيت نعيش بوحدي.
دابا هي بغات تعيش واحد المده بوحدها، واخا بنتها اللي برا كتقول لها غتجي تعيشي معايا. انا بغيت هذاك السكون يكون عندي في الدار غير واحد المده كتك باش دماغي يرتاح. بغيت هذيك الخلعه ديالها، هو غيحل باب الدار ويجيب ديك لينيرجي نيجاتيف ديالو، قلت لك ما بغيتهاش صافي، بغيت نرتاح منها. حيت الواحد اللي كيكون مجنن ومعصب ودرك كتحس بحال كتخرج منه واحد الشراره كيافيكتيك ويمرضك وتكون انت بخير ويهرسك. هي تتسين هذيك اللحظه فين غادي تشفى ان غيدبل بوحدو. تيقوني دايره خايبه واحد في داك العمر اللي كيسحب له وكبرت بنياتي شنو بغا عاوتاني كيفوتها بجوج الخطوات، شنو يفوتها ب 300. يا ما تثقش فيه. قالت لك انا ما تثقش فيه حتى ان مثلا نمرض ويهزني، حيت هو دابا قالت لك راه مريض، ولكن انا ما كيهمنيش، بغيت نشوفو كيدبر وعايش بوحدو صراحة. وتخليه قالت لك منه لبنياته. وقالت لكم فيما تشوفوا شي مرأة وصلت لواحد العمر وكتبان ليكم عادفه، عارفوا راه كاين شي واحد عدفها في الحياه، فهي قالت لك وحده من هاد الناس هادو، وبغات رايكم وبغات تقول لكم اختاروا الشريك ديالكم. ما عمركم تبززوا على راسكم شي حاجه، لان ديك البلان ديال انك مثلا تصبر على ود، قالت لك شي مرات تقدر تشللك تمرضك. قالت لك وانا دابا عندي 70 عام وكنحس براسي ما عشتش حياتي، ما بروفيتيتش، ديما عندي نهار فيه شي غصه كتجيني في خاطري. قالت لك كنشوف راسي بحال حياتي غير الله يعطيني فيها اجر وصافي على هادشي اللي داز عليا. فكتنصحكم بانكم تختاروا الشريك ديالكم واختاروه بعنايه. قالت لك